نهار دينا لا كوب دافريكيا خاوتنا المغاربه خرجوا في الولايات كامله، خرجوا توانسه، خرج واحد ما خرج حتى واحد يحتفل معاكم. نعتوا لي بلاد خرجت معاكم في لا كوب دافريك، نهار ديتوها رحتوا عطيتوها لشنقري. يا اخي خاوتنا مساكن المغاربه هم اللي خرجوا معاكم، تنكروا الجميل. وصلت بكم لدرجه انكم تخرجوا تحتفلوا ضد اخوانكم الناس اللي كانوا يحاربوا معاكم. واحد البرنامج اسباني قال لك اسيدي كيتوقعوا المغرب يوصل لا فينال ديال لا كوب دي موند 2026 وغيتلاقى مع الاسبان في الفينال. قال لك اسيدي المغرب غيربح الجابون، غادي يربح ليكواتور، غادي يربح الانجليز وغيربح الارجنتين في الدومي فينال وغادي يتكاليفي لا فينال مع الاسبان. سمعوا شنو قالوا؟ Marruecos, Japón. Marruecos, Ecuador. Yo creo que a este paso se planta la final, ¿eh? Marruecos, Inglaterra. Marruecos, Argentina. Marruecos, ¿eh? Y tenemos final del Mundial 2026. España, Marruecos. España 1-0. باغي تقطعوا لنا شعرك ولا شنو؟ حتى كيفاش المغرب غادي يوصل للفينال وغادي يخسر مع الاسبان بواحد واخا يعرف الشعب كامل والجمهور يهبط للتيران، نوصلوا للفينال ونخسروا. منين حلمتوا خليونا نربحوا. وهاد السنغاليين داو كأس افريقيا غير البارح، وغير البارحه صاحبي، وخرجوا اليوم كيطلبوا. مونامي عندي غام سي تو بلي. كيفاش مونامي؟ لا هو منافتو ومشى عندك نصيط الدراسه. اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم حلقه جديده وفيديو جديد. ما تنساوش واحد لايك فيديو، خليكم معنا باش مشوفين. صدق او لا تصدق، الوزير سعيود مسخر ومكلف من الله. هيا فارس شوف والله سبحانه عز وجل أكد وسخر الوزير بأن يؤكد على قانون المرور الجديد لحماية الأرواح، إذن فهو مكلف من عند الله. لأنه الروح ليست بهينة. إذا كان ما عرفناش وما فكرناش فيها. دائريا مجاهد يحكي لي كنت في ولاية أضرار، يقول الله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين وبعث عبد العزيز بوتفليقة رحمة للجزائريين. كيفاش لحقنا لهذا الكلام وش معناتها التصريحات هذه؟ كاين السنغال وكاين السنغيله، والسنغيله فرحوا اكثر من السنغال، والسنغال دات الكاس والسنغيله غيخرجوا يمشيو للطوابير. دات لا كوب دافريك البارح. واش تمنيتو نتوما؟ شكون بصح حبيت نفهم حاجه. دوكا حنايا شكون الدوله العربيه اللي جارتنا؟ على ما حبيتوش المغرب تربح؟ علاش؟ بزاف على امك المغربيه، بزاف عليك فرحوا بزاف عليك. نقولها لك انا كمصطلح مغربي قوي، انا غنتعامل معك. خبر لسه طازه، لسه طالع من على النار على طول، يا دوبك على الاكل على طول. عارف احسن خبر سمعته النهارده ايه؟ الخبر اللي غادي يعجب بزاف ديال المغاربه وكنتمنى انكم تبارطاجيوه باش كلشي يعرف. ان المغرب بيطلب انه يشارك في البطوله الاوروبيه. ان المغرب دلوقتي بتطلب رسميا الانضمام للاتحاد الاوروبي والمشاركه في بطولات اليورو. احنا ماشي هاد القاره هذه. المغرب كيقدم طلب رسمي للانضمام للاتحاد الاوروبي لكره القدم، المشاركه في كاس اوروبيه والخروج من الاتحاد الافريقي من بعد الاحداث الاخيره اللي عرفها نهائي كاس افريقيا اللي كان منظم هنا في المغرب. مهما سلطتم شياطينكم يا شياطين الانس تصدكم قوه الله. اذا تبعك التابعون فان لله وانا اليه راجعون. اليوم المغرب كنلعب ضد افريقيا كامله، عندنا هكا ديال المحساده. لي زافريكان لي زغاب سي فهمنا وعرفنا الدرس وتعلمنا. والله ما كيحملنا شي واحد. علاش؟ الانجازات. كيشجعوا السنغال ضد المغرب ماشي حيت كيبغيو السنغال اكثر، ولكن حيت ما بغاوش المغرب يطلع اكثر وينجح اكثر. بعد ما حدث صدقني في ناس كثير من العرب وفي ناس كثير من الافارقه اثبتوا ان الناس دي لا تستحق ان ينظم لها بطوله على هذا المستوى العالمي. انتم ناس حقودين وما كيعجبكمش الانسان الناجح. وملي بدات هاد لا كومبيتيسيون والمغرب واقف لكم هنايا
واحل لكم هنايا دائما تنبحوا من المغرب. والله خوات والجزائر تلغت، مصر تلغت، شريتوا الكاس الله يشريها لامكم مع الرئيس كوريا الشماليه. حنا يعرفونا شنو، حنا كنا في البلاد. انا كي جيت للمروك انا اول واحد غادي يهبط في المغرب باش ما نقلب ندير الماتش، لان طلعت للرباط طلعت لكازا لقيت روحي 2025 كنت في المروك، كي رجعت للجزائر لقيت روحي في 1952 في الفيلم ديال الرساله ديال النبي صلى الله عليه وسلم. ودرنا قيمه لشي حاجه سميتها تظاهره افريقيه، بناتها بكل شي ليها. المغرب دار كل شيء، لا ميزي تو باش يطلع عليكم لي ستاندار ويطلع النيفو ديالكم، والافريقيا كامله دار احسن تنظيم، احسن كان، احسن كومبيتيسيون اللي ما عمركم كنتوا تحلموا بها. وقام بواحد الجهد كبير وحاول يوفر الامن والراحه والاستقبال وحسن الضيافه للجميع. شحال وانت كترحب بهم وشحال وانت كتكبر بهم وفي الاخر ما عرفوش بالخير. ولكن هذا هو زهرنا، اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمردا. وكاين شي خوتنا عرب مسلمين من جيراننا وطلع حتى هما كبينوا بان راه ما كاين لا اسلام لا سطح النص. ها المغرب خسر، ارتاحوا مع راسكم، خرجوا احتفلوا ونشطوا مع راسكم. وكل شيء تيلغوت وكل شيء ويرتيو هذاك الكاس. اش عاودتي بينا انتو كاع هذاك الكاس وطرا لنا شي كارثه، الله يلكي عليكم لا انتم ولا وياه. هذا كاين حاجه واحده، ان احنا العقده الابديه ديالهم. احنا اللون قهوي، الكار قهوي، بنادم قهوي، احنا ما عندنا والو، احنا عندنا 1 2 3 بيبالانجيري، هذا ما نعرفو نقولو، هذا ما كان، احنا ما كان والو، ما عندنا والو. حاضيننا لكن ما قادرينش يوصلوا لينا بجميع المجالات، هربنا عليهم. شوف اللي كيهضر ورا ظهرك واللي كينقر ورا ظهرك كيعني حاجه واحده، هو انك غادي لقدام وفايتو. ما عندنا والو، الحليب ما كانش هادينا الرب، انا بروتر داك اللي هادينا عندي كليوكات شهرين وانا نقارع فيه، ما كانش ما كانش. كاين الحقد والبغض، والانسان كيحفر لك وبغى فين يطيحك وما حاملش وما فرحانش للنجاح ديالك. واللي عنده القدر ينظم تنظيم بحال هذا اللي نظمته المملكه المغربيه الشريفه يقول بسم الله. القسم القبائلي الضبيب. وهذا الشيء هذا راه مزيان لينا باش نديروا قلب ونعرفوا شنو كنديروا. وراه ما يبغي الخير للبلاد غير ولادها. نهار بغيت تشجع غير بلادك، نهار تفرح مع بلادك. اليوم احنا كاملين مغاربه عرفنا باننا احنا لبعضياتنا فقط، هادشي خصنا ندخلوا راسنا مزيان ونربيو عليه ولادنا، احنا لبعضياتنا كاينش. وديما مغرب وفق العالم كامل، بلادي الاولى وبلادي الثانيه وبلادي الثالثه. احنا ما باقيش ريناش صافي، يلا بردوا، احنا ما تيناش بالخير الحمد لله. ما تيناش اليوم لا كان بينات الحق ديال كل واحد. اوكي من اليوم ما كاين لا خوا لا تي مون فخير لا حتى شي حاجه. اللي تشوفوا الرعاع بحال هادو كيخرجوا فرحانين لانكم انهزمتوا في واحد المباراه ديال كره القدم، عرف بانك غادي في الطريق الصحيح. شفت واحد الجهه من مور الشباك تنبح. اليوم عرسي اليوم عرسي. فرحانه بحال اللي تزوجت اختو يعني. والمغاربه رجال، خسرنا هذه خيرها في غيرها، لكن لبعض الناس ولبعض الدول الا شتو منا. انا ما خو حد، انا خو ديال راسي فهمتي، وديال المغاربه من الاخر. انا ما خدت حد، انا خوتي هما المغاربه، انا ما خدت حد، ما كنعرف حد. ما تلوموناش لان اليوم عرفنا شكون اللي كان معانا وعرفنا شكون اللي كان ضدنا. هذوك راه لما داو منك ولا ما تعلموا منك ولا ما سرقوا منك ما يرتاحوش، ما كاينش. ونعطيو قيمه المغربي قبل البراني، المغربي كنت هو الاول قبل اي واحد. مساء الخير عليكم. من احسن البطولات نتاع كأس افريقيا في تاريخ كرة القدم الافريقية هي اللي نظمتها المملكة المغربية الشريفة. الا الحاسد والجاحد والنكار اللي ينكر ذلك في قضية التنظيم، في قضية التحكيم، ليزوتيل، فنادق، بنية تحتية، كل شيء 10 على 10 ما شاء الله وتبارك الله. أما من نبغوا نهضروا على الترتيب غادي نقولوا باللي السنغال
المرتبة الأولى المملكة المغربية، المرتبة الثانية نيجيريا، المرتبة الثالثة. سيبو وراك الألجيري، وراك المهرج تبون، ما راناش نشوفوك مع الثلاثة الأولى. وراكم يا التبونيون، شحال راهي المرتبة تاعكم؟ ما راكمش مع الثلاثة. وراكم؟ أنا غادي نقول لك التبونيون وراهم. التبونيون دروك راهم يديروا الطابور على الزيت، التبونيون راهم يديروا الطابور على الحليب وعلى السميد، التبونيون راهم خانزين وما لاقينش الماء باش يدوشوا. هذه هي حقيقة التبونيون اللي راهي دايرت لهم القنطة والزعاف، وراه قاضبهم مرض القلة. نقولها لكم من هذا المنبر، أوسخ إعلام في العالم بأسره هو الإعلام تاع صحافة كابرانات فرنسا. أخنز وأوسخ إعلام هو الإعلام الجزائري. أيا وراكم يلي كنتوا تقولوا الكولسة، ها راه المغرب خسر، وكان جا كولس كيما راكم تهضروا نتوما، وكان راه دا الكاس. وراكم يا مشركين الفم يلي تتهموا الواحد وما تعطوش الدليل. وراكم يا صحافة الزيغو يلي تعطوا الاتهامات أدرواتياغوش وما تمدوا معها حتى برهان. صحافة الزيغو، صحافة الخنز، مرحاض التلفزيون الجزائري، يعرضوا سواديزون المحللين ويبدو الكولاسة فوزي لقجع الكولاسة وما يعطيك حتى دليل. باينه باللي راه مبعوث من طرف المخابرات الجزائريه الارهابيه باش يشوه الصوره نتاع المغرب، لان نورمالمون مين تقول باللي كولاسه تعطي الدليل. قال راهي صرات كولاسه وهاد الدليل، فوالا فوزي لقجع دار مع هذيك، دار صفقه مع هذا وهاد الدليل وهالبراهين. توعنا لا يتهموا المغرب غير هكا. شوف الزعاف اللي كان فيهم هادوك التبونيون اللي خرجوا يحتفلوا سواديزون البارح في الشوارع الجزائرية. هذاك التفسير تاعها علميا هذيك القنطة راهي دايرت لهم كيما هكا. المغرب راه منوض لهم لي غونغليون في الرقبة، المغرب راه واقف لهم كي الشوكة في القرجومة، المغرب راه منوض لهم البعج، راه مقلنطهم، راه مغيدهم، راه مركب لهم الوسواس والخناس. ها علاش خرجوا؟ باش يفاجوا على رواحهم ويفاجوا على غمتهم، خاطش قنطهم. المغرب رابح في كل شيء، ربح في كاع الميادين. ها علاش راهي قاضبتهم الغيره والحسد هاد التبونيون. اما فيما يخص كرة القدم المغاربه راهم مثقفين، المغاربة يعرفوا باللي كرة القدم فيها رابح وفيها خاسر. إلا ربحوا الكاس تبارك الله، إلا ما ربحوش هذه هي كرة القدم، فيها غالب وفيها مغلوب. أما في قضية المنتخب المغربي الغلطة الوحيدة اللي دارها هو كلا الطعم نتاع الدراما اللي دارتها السنغال، لأن السنغال تأثروا بهذا الإعلام كابرانات فرنسا بهذه تاع كواليس ألور بغاو يلعبوا لهم على المورال، داروا لهم ديك المسرحية وداروا لهم هذيك الدراما بوغ بيرتوربي ليكيب تاع المغرب. هذه الغلطة اللي صرات، تأثروا عليهم. نورمالمون لا كان باغي يروح خليه يروح، واش راح لك فيه تا؟ بغا يروح هو اللي غادي يتعاقب. خليه يقول كولاسة وخليه يقول مانيش عارف كاع شي يقول، المهم المغرب تديها وتربح الكاس، هذا هو الهدف. ولكن لا، الشيء اللي صرا البارح لي سينيغالي وصلوا للمبتغى نتاعهم، لو بوت نتاعهم كانوا باش يبيرتوربو
المنتخب المغربي خرجوا زعما وديك العبسه تاع زعفانين زعما باللي كولسه، زعما باللي بينارتي ما يستاهلش. هذه هي الغلطه اللي داروها المغاربه. راه مام ابراهيم دياز ستي جا كيتيرا البينالتي، تاثروا بهذيك الدراما اللي داروها لي سينيغالي. ما تاثرش خويا، علاه تاثرتوا؟ كمل الماتش تاعك صاحبي ودي الكاس وخلي اللي بغى يهضر يهضر. راكم عارفين باللي التبونيون راهم عام هما ينبحوا كي الكلاب، كاش ما داروا كاش ما بدلوا حتى حاجه. خلي الكلب ينبح ويلهت. داروا لهم هذيك الدراما لي سينيغالي، وهذه نورمالمون خاص يتحاسبوا عليها. هذيك الدراما اللي داروها وديك المسرحيه هذه خاص يكون فيها محاسبه. ما من الهدف اللي ماركاوه لي سينيغالي كي تقعد تشوف انت يا شاصره في الكاري 18 كي داك السينيغالي دمر هذاك الديفونسور مغربي، هذا نورمالمون تما بينالتي. هذيك نورمالمون غلطه. لو كان جات الدنيا دنيا ويروح يشوف الفار، هذاك نورمالمون الهدف ما يتعدش. ديك الضربه اللي يدمر هذاك الديفونسور. انا نقولها لكم بكل صراحه، بالرغم من ان السنغال هي اللي دات كاس افريقيا، ولكن سي با ميغيتي، ما داتهاش باستحقاق. نقولها لكم من هذا المنبر، ما داوهاش فريمون باستحقاق. داروا ديك المسرحيه تاعهم، داروا ديك الدراما تاعهم، لعبوا لهم على المورال باللي زعما راكم دايرين كولاسه، وديك الخرجه هذيك تاع مين يبغاو يخرجوا زعما باللي غشيتونا وفيها كولاسه. هذيك هي الغلطه اللي صرات للمغاربه. كان ماشي هذيك كانوا غاديين يكملوا. دو توت فاصون اللي فات واللي صرا ما عندك كي دير دروك. صاي دروك المغاربه نورمالمون يديروها حلقه في ودنيهم باش تعرف صاحبك من عدوك. انتم عاملتوهم كبشر وبغيتوا تطلعوا لهم قيمتهم كبشر، ولكن اللي حمار حمار واللي بغل بغل. قالوا إن المغرب أخطأ في التنظيم، لكن الحقيقة أبسط وأقسى. المغرب لم يخطئ، بل أحرجهم بإتقانه. أخطأ لأنه احترم ضيوفه أكثر مما يحتمل بعضهم، لأنه قدم بطولة تليق بقارة تريد أن تتقدم، لا بقارة تسجن في أعذارها. في نظرهم كان على المغرب أن يخفض السقف، أن يطفئ الأنوار، أن يعيد الكرة الإفريقية إلى العصور الرمادية حتى يشعروا بالارتياح داخل فوضاهم المعتادة. لكن المغرب اختار طريقا آخر، اختار أن يرفع السقف، لأنه يعرف أن كأس العالم قادم، ولأن من يريد المستقبل لا يشتغل بعقلية الماضي. جعل من كأس إفريقيا بروفة حقيقية، لا تجربة مرتجلة. ملاعب بمعايير عالمية، فنادق راقية، تنقل منظم، إقامة تحترم اللاعب قبل الكرة وتحترم القميص قبل النتيجة. غير أن المشكلة لم تكن يوما في الملاعب ولا في الفنادق ولا في التنظيم. المشكلة أن الحضارة حين تقدم لمن لم يعتدها تتحول في أعينهم إلى استفزاز. عندما يتقن المغرب يقولون إنه بالغ، وعندما ينجح يبحثون عن ثغرة في التفاصيل، لأن البعض لا يطيق رؤية نموذج يفضح فشله، ولا يتحمل أن يرى إفريقيا قوية متطورة. المغرب لن يسبق البطولة فقط، بل سبق العقليات، سبق الزمن الذي ما زال بعضهم عالقا فيه. والحقيقة التي تؤلم أكثر ليست جودة التنظيم ولا صورة المغرب التي أبهرت العالم، بل الخوف الدفين من سيناريو واحد، أن من نظم بهذه القوة ومن رفع السقف بهذه الجرأة قد يكون هو نفسه من يرفع الكأس في النهاية. يا ودي كنت باغي نجيبو معايا في الطياره من المغرب ما خلاونيش، والله ما خلاوني. ما كان والو، حنا ما عندنا والو، حنا عندنا 1 2 3 في بالانجيري. حنا لو كان نعرفوا النشيد الوطني تاعنا، النشيد الوطني تاعنا كون نعرفوا منين جاي ما نتكلموش.
هذاك نهار كانوا يعدموا الشهداء كان يدير لهم ديك الموسيقى هذيك.